السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ومرحبا في لقاء متجدد وفضيلة الشيخ محمد حسان وبرنامجكم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعيش مع وصية غالية للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، تلاها أو رواها لنا الأغر المزني رضي الله عنه أرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة. سلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن احنا في رمضان اتكلمنا في حلقة سابقة عن الصدق، وكان مهم قوي ان احنا نبدأ بالصدق، لانه اللي مش هيبقى صادق وهو داخل رمضان هيبقى عنده مشكلة في بقية الشهر. ايضا محتاجين فضيلتك ان احنا نتحدث عن التوبة، لانه برضو رمضان محتاج مننا بجانب صدقنا ان يكون هناك صدق في هذه التوبة. جميل. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمن توفيق الله تبارك وتعالى لك أن اخترت التوبة بعد الصدق. نعم. وأن اخترت الصدق قبل التوبة، فلا توبة بغير صدق ولا صدق بدون توبة. نعم. الحمد لله رب العالمين. فما هي التوبة؟ نعم. كثير من الناس يتصور أيضا أن التوبة أنه سيقول بلسانه فقط تبت إلى الله ويتوقف عند هذا القدر. كلا، فما أروع هذه الوصية التي رواها الإمام مسلم وغيره، حديث الأغر المزني رضي الله عنه. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي رواية عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أيضا: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا هو النبي، وهذا هو المصطفى صلى الله عليه الذي وسلم. قال له ربه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. فكثير من أحبابنا يتصور أخي الحبيب أن التوبة للمذنبين من أمثالي وللعصاة فحسب، بل التوبة أعلى مقامات هذا الدين، فهي أول الأمر وخاتمة الأمر. وأكثر الناس لا يعرفون حقيقة التوبة ولا قدر التوبة، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. عايزين نفصل بقى دي يا شيخنا. مهمة قوي حتة العلم والعمل والحال، لأن حضرتك قلت حاجة مهمة قوي. الناس بتختزل التوبة كلها في هذا القول. نعم. تبت إلى الله. نعم. تقول له استغفر لك استغفر الله، دون أن يتحقق من هذه المراتب الثلاث. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون نعم. لعلكم تفلحون. نعم. فالأمر هنا لأهل الإيمان. أما بالنسبة لأهل الذنوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظر إلى الفرق. نعم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبداية أود أن أقول لأحبابنا بداية أنه لا ينبغي لك أبدا أن تيأس أو أن تقنط. دعني أؤصل لهم هذا ابتداء. نعم. لا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا، مهما عظم الذنب وكبرت الكبيرة، فما عليك إلا أن تقبل الليلة على الله جل وعلا، وأن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بفقرك ونقصك وعجزك، وأنت على يقين مطلق أنه جل وعلا سيفرح بك وهو الغني عن العالمين. الله أكبر. أعجب كلما قرأت آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا. لم يقل قل يا عبادي الذين وحدوا، لم يقل قل يا عبادي الذين آمنوا، لم يقل قل يا عبادي الذين أحسنوا، وإنما الذين أسرفوا. فجعل المسرفين عبادا له ونسبهم إليه، وفتح لهم باب الرحمة وباب الرجاء. وما أكثر الآيات. قال في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
الله أكبر. نتعلق بإلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فصل ما تخافش، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم أؤكد لإخواني المذنبين من أمثالي، فكلنا ذلكم العبد المذنب، ولا ينبغي أن يغتر مخلوق بعلم ولا بعمل، وإنما يجب أن ينكسر لربه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها في اللحظة يعني مرات ومرات. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه. يعني اسمح لي أن أذكر ببعض الأحاديث السريعة أيضا لأفتح باب الرجاء وباب الأمل، ثم أبين بعد ذلك لإخواني حقيقة التوبة علما وعملا وحالا. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أذنب عبد ذنبه وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أول ما العبد يقول كده يا رب اغفر لي ذنبي، أول ما العبد يقول كده يقوم رب العزة يقول إيه؟ أذنب عبدي ذنبه فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. الله أكبر. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد. ما هو عبد. فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. تاني تاني وتالت وتلاتين وتلتمائة ألف. بس المهم وانت بتتوب ما تبقاش عاقد العزم والنية على العودة. وأفصل تاني: أي رب اغفر لي ذنبي. فيقول الله: أذنب عبدي ذنبه فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب. تالت تالت، ما هو عبد. فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبه فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله أكبر. بس خلي بال حضرتك يا شيخ خالد أكبر. وإخواني وأخواتي، مش عاوزك حبيبي في الله وأخت الفاضلة تتصور إن الباب ده بيفتح لنا باب الجرأة على الله. لا، ده بيفتح لنا باب الرجاء في الله. ما هو أصلنا عبد والرب رب والعبد عبد. مهما انتزعت أشواك المعاصي والذنوب ثيابك فما عليك إلا أن تجذب ثيابك وأن تغسلها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن تقبل على الله وأنت على يقين بأنه سيفرح بك. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. فسر لنا مولانا الكلام ده: راجل راكب راحلة عليها الطعام والشراب، ماشي في صحراء، أرض منقطعة، وفجأة انفلتت منه راحلته، فقد الظهر الذي يركبه، فقد الطعام، فقد الشراب، رأى شجرة فنام في ظلها واستسلم للموت ينتظر الموت في أي لحظة. فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه مذللة عليها الطعام والشراب. عاوزك تتصور فرحة هذا العبد. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخطأ من شدة الفرح. الناس مش مستوعبة اللفظة دي. يا أخي، فرح الله بتوبتك الليلة، فرح الله بتوبتك الليلة يا أختاه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة، مش بقول لحضرتك الراحلة، لا، بعودة أسباب الحياة إليه. بل لقد رأى الحبيب المصطفى امرأة في السبي تبحث عن ولد أو عن ولدها، أو كلما وجدت طفلا ألزقته ببطنها وأرضعته. فتأثر النبي بهذا المشهد الحنون الرقراق وقال لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. أحد الصالحين المحبين يقول: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر. طيب، الباب مفتوح وعلى مصراعي. لا، وهقول لحضرتك: اعلم بأن باب التوبة لا يغلق أبدا إلا في حالين اثنين، إلا في حال الغرغرة وإلا وحين تطلع الشمس من مشرقها من مغربها كعلامة كبرى من علامات العشر التي ذكرها النبي في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. يبقى أنت الآن في مهلة، أنت الآن في سعة. والله في هذه الليالي يبسط يده. ما من ليلة، الله يفتح عليك. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة نزولا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل الحق تبارك وتعالى كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية في الثلث الأخير من الليل، فيقول: أنا الملك
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا زال كذلك حتى ضيء الفجر. أنت لسه قاعد قدام الأفلام الإباحية، أنت لسه قاعد قدام المسلسلات. ربك ينادي عليك، يلا بسرعة، قل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي. حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. الله أكبر، الله أكبر، الله يفتح عليك يا شيخنا. طب عايزين نتخيل بقى، يعني احنا اتكلمنا كده في الحال اللي اتكلمت فيه أو في العلم مبدئيا. نعم. إنه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به وأنا غفرت لعبدي. لما ننتقل من مسألة العلم للحال يا شيخنا، نعم، عشان ناخد المنزلة الثانية من منازل التوبة. الحال معناه أنت بتتوب ليه؟ نعم. بتتوب خايف الناس تتهمك لأنك شارب خمر، أو لأن فلانا يزني، أو لأن فلانا يرتشي. يبقى الحال أن تكون التوبة خالصة لله. نعم، مسألة مهمة طبعا. قد يترك الإنسان الذنب لحشمته، لمكانته، لوقاره. لوجاهته، نعم. لوقاره وهيبته بين الناس. نعم. لكن يجب عليك أن تتوب ابتداء ابتغاء وجه الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه واحدة. ثم لابد أن تعلم أن للتوبة شروطا. نعم. الأول أن تقلع عن الذنب وإن كان صغيرا أو كبيرا. الثاني أن تندم على فعل الذنب، والندم هو ركن التوبة الأعظم. أيها الإخوة الأحباب، يعني يطيب الحديث مع الشيخ محمد حسان، ونكمل حديثنا معه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وصايا نبينا أمانة في عينينا، وصايا نبينا أمانة في عينينا، نحافظ عليها. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ محمد حسان. كنا نتكلم سيدي قبل الفاصل عن مسألة الندم. نعم. حضرتك قلت لنا ان هو الركن الأعظم في نعم. من أركان التوبة. الندم هو ركن التوبة الأعظم. نعم. بمعنى أن يستشعر التائب إلى الله تبارك وتعالى حرقة في قلبه وألما ونكدا يملأ قلبه كلما ذكر الذنب، لا أن يشعر بانتشاء. نعم. لا أن يشعر بفرح. أي. لأن هذه إن دلت فإنما تدل على عدم صدقه في التوبة إلى الله جل وعلا. إذا شعر أن هو بيتذكر الذنب ده فبيقول يعني أنا سعيد باللي عملته. نعم. نعم. هذا إن دل فإنما يدل على عدم صدقه في توبته إلى الله جل وعلا، لأن التائب منكسر، لأن التائب إلى الله منكسر. وهذا من نفيس كلام شيخنا ابن القيم: رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. الله أكبر. لا نفسر يا شيخ. نفسر. نعم. رب معصية أدخلت صاحبها الجنة لأنها أورثته ذلا وانكسارا واستغفارا بين يدي الله جل وعلا. نعم. حتى لقي الله وهو على هذا الحال من